قناص عراقي بيعلم على الجنود الامريكان بطريقه مذهله. يلا بينا نشوف القصه. بيبدا الفيلم في عام 2007 وقت الغزو الامريكي للعراق، ومعانا جنديين امريكين وهم ماثيوز وايزاك، ومهمتهم انهم يراقبوا خط انابيب البترول عشان يعرفوا مين اللي قتل 8 جنود امريكان، ولكن مش بيكتشفوا اي حاجه في المكان ده، وبيكونوا شاكين ان اللي عمل كده قناص محترف. ماثيوز بيقول لايزاك احنا بقالنا قد ايه بنراقب؟ إيزاك بيقول له احنا بقالنا 20 ساعة بنراقب المكان. بعدها ميسيوس بيزهق ويقوم يسيب المكان وعايز يروح يبص على زمايله، وهو شاكك اصلا ان مفيش قناص، وبيتحرك ماسيوس ناحية الجنود، والناحية التانية إيزاك بيغطيه من المنظار. بيوصل ماسيوس ناحية الجثث وبيلاقيهم كلهم مضروبين في دماغهم، واكيد اللي عمل كده قناص محترف. وفضل ماسيوس يبص حواليه عشان يتوقع مكان القناص. في الوقت ده بيجي حبة تراب على المنظار بتاع إيزاك وبيحاول ينضفه، وفي نفس اللحظة دي بيتضرب ماسيوس في بطنه وبيقع على الأرض بيستنجد بصاحبه إيزاك وبيجري عليه، ولكن عشان يتفادى من الرصاص بيجري شمال ويمين. ورغم كل ده بيرمي عليه البطل العراقي كذا رصاصة، وفي الآخر بتيجي واحدة في رجله، ولكن إيزاك بيسيب ماسيوس في الأرض ويستخبى ورا جدار مهجور، وساعتها كان هيموت من الخوف. وبيبص على الطلقة اللي في رجله وبتكون إصابة قوية، وبيلف عليها رباط عشان يوقف النزيف، وبيبص على صاحبه ماسيوس بيلاقيه بيتوجع من الألم. ماسيوس بيطلب من زميله انه يطلب المساعدة من خلال جهاز الإرسال، ويجي إيزاك يطلب المساعدة بيكتشف ان القناص العراقي خرب له الجهاز. وهنا ماسيوس مرمى على الأرض وبيتقلب، وبيقول لصاحبه انه عرف مكان القناص العراقي او حتى عرف مكان الطلقات منين. بيقول له انا قدامي فرصة ان ممكن اضربه، ولكن إيزاك بيحذره ان لو اتحركت ممكن القناص العراقي يقتلك وانا محددتش مكانه. بيحاول إيزاك يعمل فتحة في الجدار ويحط المنظار عشان يعرف مكان القناص، لكن في الاخر الحجر بيقع على ايده وبيتعور، وبعدها بينجح انه يحط المنظار عشان يكتشف المكان. بعدها بيكلم ماثيوس زميله ومش بيرد لانه اغمى عليه، ولكن بعدها بيطلع السكينة وبيحاول يطلع الطلقة وبيتألم جدا، لكن بيطلعها في الاخر. وإيزاك بيتألم جدا من شدة الألم، وبعدها بيلف شاش وقطن على رجله عشان يوقف النزيف، وبيفقد الوعي إيزاك ويقوم على صوت اللاسلكي بيفكر ان واحد من الجيش الامريكي، فبيطلب منه المساعدة لانه هو وزميله ماسيوس مصابين. الشخص ده بيطلب منه اسمه هو وصاحبه عشان يجي ينقذه، وفعلا بيديله اساميهم إيزاك، وبعدها إيزاك بيدله على المكان اللي هو فيه، وبعدها بيطلب منه انه يضرب طلقة في السماء عشان يشوفه ويجي يساعده. وفعلا إيزاك طلع المسدس وبيتراجع على اخر لحظة، وبيشك في لهجة الراجل ده وبيقول له انك مش امريكي، وبيرد عليه بسخرية بيقول له كشفتني. وبنكتشف ان الشخص ده هو القناص العراقي. وهنا إيزاك بيحس بغباء وبيمسك جهاز الإرسال ولكن لسه بايظ. القناص العراقي بيطلب من إيزاك إنه يتكلم معاه، فبيقول له أنا مجرد جندي صغير ما عنديش أي معلومات. فرد عليه القناص العراقي وبيقول له أنا مش عايز منك أي معلومات، أنا عايز بس أتعرف عليك وأتكلم معاك. فبيطلب منه إيزاك إنه يتكلم الأول ويعرفه بنفسه، فبيرد عليه القناص العراقي ويقول له أنا مجرد مواطن عراقي عادي جدا. إيزاك بيحط المنظار في الفتحة اللي عملها وعايز يكتشف المكان لكن بيفشل، وهنا يجي يرسم خريطة للمكان اللي حواليه عشان يتوقع مكان القناص العراقي. وهنا إيزاك بيكلم القناص العراقي بيقول له ان الجنود اللي ماتوا دول ملهمش ذنب، انهم جايين يحموا خطوط الانابيب عشان يقووا اقتصاد البلد، وبالفلوس دي تقدروا تبنوا مستشفيات ومدارس، وخلاص الحرب انتهت. وبيسخر منه القناص العراقي وبيقول له انتوا اللي خربتوا الاقتصاد بتاع البلد، وطالما الحرب ما خلصتش انت هنا بتعمل ايه؟ هنا إيزاك بيشوف جند امريكي ومعاه جهاز لاسلكي وبيروح عشان يجيبه، ولكن بيوصل قبله بشوية بيلاقيه ان هو بعيد عنه. وهنا القناص العراقي بيطلب منه انه يعرفه بنفسه، لكن إيزاك بيرفض ويهدده لو ما تكلمش هيقتل صاحبه. في الوقت ده بيطلع الازازة عشان يشرب، ولكن بيلاقيها فاضية، ويجي يبص عليها بيلاقيها مخرومة برصاصة. وبيرجع يتكلم القناص بيقول له اخرة اللي احنا فيه دوت ايه؟ ورد عليه القناص بيقول له ابدا، انا بس عايز اتكلم معاك شوية، وانا عارف دلوقتي انك عطشان جدا. وبيقول له انا ضربت عليك 3 رصاصات، واحدة في ازازة المية
واحدة في جهاز الإرسال، واحدة في ركبتك. وإيزاك بيتصدم، بيقول له استحالة قناص يقدر يصيب بالدقة دي. والقناص العراقي بيقول له أنا ضربتك في ركبتك في شريان رئيسي، ومهما عملت مش هتقدر توقف النزيف. بيقول له هتحس بتعب ودوخة بسبب قلة الدم وهتموت قبل ما الليل يليل. بينفعل إيزاك عليه ويقول له انت ارهابي. فبيضحك القناص العراقي ويقول له انت اللي معاك سلاح وموجود في بلدي، مين فينا اللي ارهابي؟ ورد عليه القناص العراقي بيقول له الجدار اللي انت مستخبي وراه ده كان سور مدرسة، وانا كنت مدرس فيها والقوات الامريكية هي اللي هدمت المدرسة. وبيرجع إيزاك يبص بالمنظار تاني، بيحاول يعرف مكانه لكن بيقول ممكن ربما موجود في المكان ده. بيمدد إيزاك على الأرض وبيغطي وشه من إشعة الشمس، لكن البطل العراقي بيكلمه وبيخوفه ومش بيسيبه في حاله ويقول له أنا بعد ما هموتك هسلخ وشك واقطع لسانك وهعلقه على صدرك. بيرد عليه إيزاك بكل يأس ويقول له يا عم موتني وخلصني. إيزاك بتجيله فرصة وبيحط الجاكيت بتاعه على السلاح ويحطه في ايها الخوذة وبيرفع السلاح لفوق، بيحاول يعرف مكان القناص لكن بتقع منه الخوذة ويقعد يضحك عليه القناص العراقي. وبينهار جون لدرجة انه فكر يقتل نفسه وبيفضل يعيط. وفي الوقت دوت بيجي رياح شديدة بتعمل عفرة في المكان، فإيزاك بيستغل الفرصة بيروح عشان يجيب الجهاز اللاسلكي وبيشوف القناص العراقي لكن مش بيرضى يموته. وفعلا بيوصل عند الجندي الميت وبياخد الجهاز الإرسال والشنطة كمان بتاعته وبيرجع تاني ورا الجدار. وهو راجع بيضرب عليه القناص العراقي عشان يخوفه وبينهار في نفس اللحظة جزء من الجدار. وبيطلع الحاجات اللي في الشنطة، بيلاقي مية وبيشرب منها وكمان بيلاقي أكل. وقال له البطل العراقي أنا كنت شايفك وكنت ممكن أموتك بسهولة، والجهاز الإرسال اللي معاك ده كمان مش شغال، لكن سبتك تعيش بس عشان أتكلم معاك شوية. ويجي يكشف على الجهاز بيلاقيه فعلا مش شغال، وبيشوف المنظار بيلاقيه مكسور لأنه وقع عليه الجدار. يجيله صوت على جهاز الإرسال من صاحبه ماسيوس، وبيعرف هنا إن ماسيوس لسه صاحي. وهنا إيزاك بينده على صاحبه ماسيوس، وماسيوس بيمسك المراية عشان يعكس ضوء الشمس عليه، وبيفرح هنا إيزاك إنه لسه عايش. وبيقول له إيزاك أنا عرفت أحدد مكان القناص وهو غالبا موجود في المبنى المهجور. وهنا ماسيوس بيحاول يجيب البندقية من غير ما يشوفوا القناص. وهنا في نفس اللحظة إيزاك بيشغل القناص العراقي وبيفضل يتكلم معاه. إيزاك بيقول له إن القائد بتاعنا جاي ينقذنا، وبيسخر منه القناص وبيقول له ده لو القائد بتاعكم زيكم كده أنا هقتله بكل سهولة. وفعلا بينجح ماسيوس إنه ياخد القناصة، والناحية التانية إيزاك بيشغل القناص العراقي وبيضرب طلقات في الهواء. وفعلا ماسيوس بيضرب بطريقة عشوائية على المبنى المهجور، ومن الناحية التانية بيتضرب من القناص العراقي في كتفه. بيصرخ إيزاك على صاحبه وبيترجى القناص العراقي انه يسيبه يعيش. وهنا حاول ماسيوس يشغل دماغه ويا ريته ما شغلها، وبيحاول يروح لإيزاك وفي نفس اللحظة بيتضرب من القناص في دماغه. وبعدها بيعيط على صاحبه اللي مات وبيطلب من القناص انه يخليه يرجع لوطنه ويسيبه يعيش. وبعدها إيزاك بيروح لجهاز اللاسلكي وبيوصل سلكة من الجهاز بتاعه للجهاز التاني، وبينجح فعلا انه يستقبل اشارة من القوات الامريكية وبيحاول يكلمهم لكن مش بيسمعوه، وبيكتشف ان الجهاز بيستقبل بس. وهنا القناص بيستغل الموقف وبيرد هو على القوات الامريكية على اساس ان هو الجندي إيزاك، وبيطلب منهم انهم يجوا ياخدوه هو وصاحبه لان مفيش اي تهديد في المكان. وردوا عليه القوات وبيقولوا له احنا خلال ساعة هنيجي. وهنا إيزاك فقد الامل في كل حاجة لانه عرف ان القناص استخدمه كطعم عشان يجوا الجنود الجديدة ويقدر يقتله. ويغمى عليه، وبعد ما بيقوم بيلاقي غراب بينقر في ايده وبيفكر انه يجيب بندقية صغيرة يدوية ويضرب عليها على القناص. وفعلا جاب خشبة وربطها بالحبل ورماها على البندقية وقدر انه يجيبها. يشوف إيزاك ان الطيارات الجنود وصلت وبيروح يهد الجدار عشان يعمل غبار ويشتت القناص العراقي. إيزاك مسك البندقية بتاعت ماسيوس وفضل يضرب رصاص على مكان القناص وفكر انه قتل. وهنا الطيارة بتوصل على الارض وبينزلوا الجنود بنقالة عشان يجيبوا إيزاك. واول ما الطيارة بتتحرك
القناص بيضرب جندي منهم وبيموت، وهنا ايزاك بيفضل يصرخ ويقول ان القناص لسه عايش في البيت المهجور. وفي اللحظة دي بيضرب القناص على قائد الطيارة وبتقع وبيموت كل اللي فيها. وبيتواصل القناص العراقي مع القاعدة الامريكية عشان يقدر يجيب جنود امريكان تاني. تحية للشعب العراقي العظيم، ويلا باي ونشوف وشكم على خير.